باقة الانترنت بتخلص عندك في نص الشهر، تكلم خدمة العملاء يقول لك ان ده استهلاكك لان في تطبيقات شغالة في الخلفية بتسحب من الباقة. لما بتفكر في منتج او خدمة او سلعة بتبدأ تظهر لك اعلانات ليها. طيب عارف جوجل بتجمع عنك معلومات قد ايه؟ حجم المعلومات اللي بتجمعها. جوجل بتجمع مكان جهازك، الاحداثيات بتاعة الجهاز بتاعك، عن طريق الجي بي اس، وعن طريق شبكات المحمول، عن طريق الواي فاي. حتى لو مشغل خاصية عدم التتبع، بتجمع المعلومات دي تقريبا كل 4 دقايق عن جهازك. عارفة معرف الجهاز او الاي بي بتاع الجهاز بتاعك والماك ادرس بتاعه، ومعرف خاص بجوجل نفسها اللي هو الاندرويد اي دي. ده بتستخدمه علشان تميز الجهاز بتاعك لو البيانات اللي عليه اتحذفت او اتعمل له ريست. تبقى عارفة استخدام التطبيقات والنظام قد ايه، بتعرف انت فتحت ايه التطبيقات اللي انت فتحتها ولمدة قد ايه. حتى لو انت مش متصل بالانترنت، بتعرف تطبيقات النظام اللي استخدمتها دخلت على اعدادات واتنقلت على القوائم قد ايه، كل ده بيتم تسجيله وبتعرفه. الاتصال بالشبكات، تبقى عارفه الاي بي بتاع الشبكه، نوع الشبكه اذا كانت واي فاي ولا داتا موبايل، سرعه الاتصال، مين مزود الخدمه اللي انت معاه. كمان بتعرف اسماء الشبكات المحفوظه على موبايلك، شبكات الواي فاي المتسجله، بيانات اللي انت بتستخدمها من كل تطبيق، كل تطبيق بيستخدم داتا قد ايه، وبتبدأ تستخدم دوت في تحليل السلوك بتاعك. بيانات كمان من خدمة جوجل نفسها، زي جوجل بلاي او جوجل اسيست، وجوجل سيرفيس. حتى لو جوجل سيرفيس دي شغالة دايما في الخلفية، جوجل دايما بتجمع المعلومات ديت وبتحللها علشان تعرف سلوكك ازاي، توجه لك الاعلانات. كل ده طبعا بيسحب من الباقة، وكل دوت برضو في انتهاك لخصوصيتك، لان كل حاجة انت بتعملها على موبايلك هم شايفينها وعارفينها. حتى لو الموبايل مش متصل بالانترنت، بمجرد ما بترجع تتصل بالانترنت تاني بيقدروا يعرفوا كل اللي انت عملته. بيبدأوا يجمعوا المعلومات ديت ويحللوها بحيث ان هم يعرفوا ايه نوع اهتماماتك. علشان كده حتى لما بتفكر في المنتج، بتلاقي احيانا كتيرة تفكر في المنتج تلاقي الاعلانات بتاعته قدامك. طيب ازاي نوقف او نحد من كم المعلومات اللي جوجل بتجمعها عننا؟ تابعنا وانا هقول لك ازاي.